مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. حبايبي، فيديونا اليوم راح يكون فيديو مشتريات رمضانية. هنا بنات راح ابدأ اشوفكم المشتريات اللي اخذتها رمضان. طبعا حبيت اجدد يعني اللي احتاجهم برمضان، يعني يصير عندنا تغيير. طبعا شوفوا هاي كل المشتريات اللي اني ماخذتها مثل ما تشوفون. طبعا يعني بعضها استفاد منها اني وبعضها رمضانية، فحبيت أشوفكم إياه وأيضا تستفادون منها. راح نبدأ هنا من هاي المنسف. بنات طبعا هذا آه، سعره 8000 دينار، ويعني أنا أخذت الحجم الوسط بهذا الشكل اللي تشوفوا. طبعا هو كلش حلو، أخذت 2 منهم. يعني استفاد منه بالسفرة يعني رمضان، وأيضا بالأعياد مناسبات اللي عندنا إياها أيضا. هنا شوف بنات أخذت هاي هنا أخذت هذا حافظات الشاي، أخذت 2 عدد 2. هنا بنات راح نكمل. هنا شوفوا هنا أخذ هاي ستكاين، طبعا هاي سعرهن على 4. هاي أشكالها هيج رمضانية تكون، طبعا من جوا كلش عريضة تكون، من فوق يعني خل ونقش عليها، يعني شكلها رمضاني كلش حلو رمضان أيضا. وأخذت هذا أيضا السيت الآخر. بنات هذا العيد، يعني تقريبا واحد نستخدم رمضان يعني البيت، والآخر للعيد، يعني يصير عندنا تغيير. هذا أيضا سعره 4000 دينار. والصحن مالته طبعا أنا عندي الصحون وأقدر يعني أخلين وياهن. هنا شوفوا بنات هاي الصواني الرمضانية. طبعا هاي والدتي أيضا ماخذتهم، ماخذة 2 وبنقشتين. بنقشتين يعني وحدة على ألف بنات هاي أخذتهم. طبعا هاي نستفاد منها، نخلي بيها الدولكة والقلاصات العصائر وللتقديمات أيضا. هنا شوف بنات هذا القوري اللي أخذته أيضا. هذا الشفاف طبعا كلش حلو، وتقريبا سعره 13 ألف. أيضا هذا أخذته. وأخذنا أيضا طبعا هاي هنا المشتريات والدتي ما أخذتهم. هنا أيضا هاي السيت الاستكاين ويا الصحون مالتها. بهاي النقش. طبعا أنا هاي النقشة كلش عجبتني بلون أبيض، والصحن مالته مثل ما تشوفون بنات. شوفوا هاي نقشة الشجرة اللي عليها. هنا عندي سيت آخر، طبعا هذا أيضا والدتي هي اللي ماخذتهم. طبعا احنا عندنا هواية اللي نحب الستكاين والجلاس، لأن هواية نستخدمه نشرب شاي، وحتى لما يجونا ضيوف يعني احنا دايما الشاي كلش طلب عليه، ولهذا هواية دا ناخذ. هنا شوفوا هذا الموديل الآخر بهذا الشكل دا يكون الاستكانة ويا الصحن مالته. هنا شوفوا هاي السفرة الرمضانية أيضا ماخذتها بهذا النقش اللي دا تشوفوه. هاي تقريبا مترين أخذنا أخذنا تقريبا 5. هنا أيضا أخذنا دولكة أيضا، هاي مشتريات والدتي طبعا. وأخذت هذا السيت مال القوري والاستكانات مالته، هذا سفري. هاي بنات نستفاد منه لما نروح للسفرة أو مكان مثل الخارج. فنستفاد يعني ناخذه ويعني سفري يكون. هذا سعره 5000 دينار، طبعا كلش حلو بهذا الشكل. هنا أيضا أخذت ويا هاي دول كبنات، أخذت أيضا قلاصات يعني على مود يصير تجديد. أخذنا هاي القلاصات اللي تكون بهذا الشكل ده تشوفوا، هذا الشكل. وبنات أيضا هنا دا أشوفكم النشرات اللي أخذتها. طبعا هاي النشرات أخذت 3 نوعيات، اللي هي تكون وحدة أم النجم والهلال والأخرى أم الفانوس. هنا هاي شوف بنات، هاي بالبداية هاي أم الفانوس، يعني احنا نخليها ب3 أماكن، وحدة نخليها يعني تقريبا بالحوش، واثنين بالبيت نخليها. هاي دا نخليها بالحوش يعني طويلة كلش. هاي النجمة والهلال هاي سعرها 9000 دينار. وشفتوا التصوير بالبداية لما كنت مشغلتهم. وهنا أيضا أخذت هاي النوعية الأخرى، أيضا هاي فوانيس،
وهذا الشكل حبايبي خلص فيديونا، شكرا متابعتكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.